بس يا دكتور. تعيدها بيه. محولي أولا أن أتوجه إلى السيد رئيس إسرائيل وفي كل مكان من أرض هذا العالم الكبير. هذا العالم النتائج التي ترجوها الملايين من هذا الاجتماع التاريخي وسياسة واحدة ووجه واحد. الحقيقة الثالثة أن المواجهة المباشرة في ضعف أو ابتذال، بل إنها على العكس تماما تملك من مقومات سيناء والجولان والضفة الغربية، فإن هذا يعني أننا نؤجل فقط اشتعال الفتيل إلى أي وقت مقبل. الفرصة السانحة للسلام، وهي فرصة لا يمكن أن يجود بمثلها الزمان إذا كنا جادين حقا في النضال من أجل السلام. هي فرصة لو أضعناها أو بددناها فلسوف تحل بالمتآمر عليها لعنة الإنسانية ولعنة التاريخ. ما هو السلام بالنسبة لإسرائيل؟ نعم، بل إننا نعلن أننا نقبل كل الضمانات الدولية التي تتصورونها، هو أن تعيش إسرائيل في حدودها مع جيرانها العرب في أمن وأمان وفي إطار كل ما ترتضيه من ضمانات يحصل عليها الطرف الآخر. ولكن كيف يتحقق هذا؟ كيف لكي نصل بها إلى السلام الدائم العام؟ هناك حقائق لا بد من مواجهتها بكل شكل قدسي في إطار الضم أو التوسع، وإنما يجب أن تكون المسيحية ليست مجرد أماكن لأداء الفرائض والشعائر، بل إنها تكون شاهدة صدق على وجودنا الذي لم ينقطع في هذا المكان سياسيا وروحيا وفكريا، وهو ضمان حياتنا معا في هذه المنطقة من العالم في أمن وأمان، وأنتم تحتلون أرضا عربية بالقوة مسلحة للشعب. وقضية شعب فلسطين وحقوق شعب فلسطين المشروع لم تعد اليوم موضع تجاهل أو إنكار من أحد. تعبير الصادق عن إرادة شعبي ونواياه، واخترت هذا المفتوح والفكر المفتوح. اخترت أن أعطي هذه الدفعة لكل الجهود العالمية المبذولة من أجل السلام. اخترت أن أقدم لكم وفي بيتكم الحقائق المبردة عن الأغراض والأهواء
لا لكي اناول ولا لكي اكسب جوز، ولكن لكي نكسب معا اخطر الجولات والمعارك في التاريخ المعاصر، معركة السلام. رسالة: الا هل بلغت؟ اللهم فاشهد. اللهم انني اردد مع زكريا قوله: احب الحق والسلام، واستلهم ايات الله العزيز الحكيم حين قال: قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل. تعلموا ويتعلمون. האנושי-ההוא ועודנו סביבנו, עודם הקריבו קורבנות אדם לאליהם. لقد ضحوا بالكثير من أبناء البشرية من كلا أبناء الشعبين. וכך תרמנו עם ישראל והעם הערבי, وبهذا ساهمنا شعب إسرائيل والشعب العربي، וכך אנו מוסיפים לתרום ولا زلنا نواصل المساهمة עד היום הזה. حتى هذا اليوم.